السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا فاتحة الفيديو بمنتهى العشوائية، مش مخططة والله عايزة اقول ايه، بس في نصايح مهمة للبنات. عايزة بالذات المراهقين، اللي هو المراهقة الاولى اللي هي من اول 14 سنة، والمراهقة اللي هي المتوسطة اللي هي في الاول 20. عايزة اقول للبنات نصيحة، يعني بتجيلي كتير في الاستشارات والجلسات، اللي هو شوفي علاقتك مع والدك عاملة ازاي، يعني راقبي العلاقة دي. لو علاقتك مع والدك كويسة، هي اللي هتخليكي تنقي راجل كويس. لو العلاقة مع والدك مش كويسة او فيها اضطرابات، او مثلا في حصل انفصال في الاسرة او كده، او الام بتشتكي كتير من الاب، او في يعني احداث اسرية يعني خلت العلاقة مع الاب مش كويسة، او ان احنا مش صحاب اوي، انا صاحبة ماما اكتر مثلا، او بابا متوفي، او بابا دايما مسافر. فحاولي علاقتك مع والدك تبقى اقوى. ولو في اخ ولد، برضو حاولي علاقتك معاه تبقى كويسة. لو العلاقة برضو مع اخوات الولاد مش كويسة، دي برضو بتخلينا ان احنا ننقي راجل مش كويس في حياتنا. فنخلي بالنا من النقطتين دول مهمين جدا. فاراقب افكاري بعد ما انا يعني ايه كبرت كده، اراقب انا بعمل ايه. يعني بفرح قوي لما ولد يقول لي كلمة حلوة، بفرح لما ولد يخرجني خروجة حلوة. واعرفي ده مش مقياس للراجل الكويس، يعني لو هو يخرجك او يقولك كلام حلو، ده مش مقياس للراجل كويس خالص خالص خالص. راجل كويس هتلاقيه دايما بيخاف عليكي، بيغير عليكي، مش الغيرة مثلا غيرة تملكية، اللي هي مثلا غيرة حتى من نفسه. يعني مش يقولك مثلا ابعتيلي صوري على الخاص وانا بحبك مش عارفة ايه ويغير يعني لو طلعتي قدام الناس عريانة، لا، حتى من نفسه بيغير عليكي. يعني مش عايز، بيعمل كل حاجة صح معاكي، يعني الصح بيعمله. واول حاجة طبعا هيعملها، لو مش هيحطك في اختبارات. لو حطك في اختبارات، اعرفي اللي هو اصلا انسان غير سوي. يعني ايه؟ يتكلم معاكي، ياخد ويدي، ويشوفك هاي هتيجي معاه ولا لا. فاكيد اكيد يعني اي انثى هتيجي معاك، والله مهما كان يعني درجة يعني احتراما لنفسها ومش عارفة ايه، لو هي صادقة في مشاعرها اكيد هتيجي معاك. فالولاد لما يحطك في اختبار، هو اصلا مش سوي. يعني لما يعمل كده يبقى هو اصلا مش سوي. هو عارف بنات كتير وحشة، فبالنسبة له البنات كلها وحشة، فلازم يحطك في الاختبار ده ويشوفك هاي هتيجي معاه ولا لا. نخلي بالنا على نفسنا. نخلي بالنا ان الراجل وحش ما بيبقاش وحش في الاول، بالعكس ده بيعمل حاجات حلوة، وحاجات حلوة كتير. وباين لك اللي هو بيغير عليكي، وممكن خروجه حلوه، كلمه حلوه. فانت لو مستنيه كلمه حلوه مثلا، انت مش واثقه من نفسك، او في البيت مثلا عملوا لك عدم ثقه بنفسك، فهتلاقي الكلام ده الله ده حلو. لكن انا لو واثقه من نفسي وعارفه ان انا اموره، وكل واحد جميل بطبعه، كل واحد ربنا خلقه بمزايا وعيوب وليه جماله الخاص. سواء كنت محجبه مش محجبه، دي حياتك انت حره فيها. حبي نفسك زي ما انتي واحترميها. افرضي على نفسك الاحترام، اللي قدامك لازم يحترمك. ما تسمحيش بالحدود، كسر الحدود ده مهم جدا، حتى بالكلمة لا. ايا كان بقى اتربيتي فين، او الثقافة اللي انت جاية منها، حطي حدود صارمة جدا 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 مع اي ولد بيدخل حياتك، او اي زميل، او اي نوع من الجنس الاخر. لان الحدود دي هي اللي بتخليه غصب عنك يحترمك، عشان دلوقتي الشباب بقى بتستبيح كل حاجة. وبعدين يجيب بنتي لعيبه عليكي، شفتي انت عملتي كده، انت سويتي كده، يبقى انت اصلا من الاول انسانه مش كويسه. فبيحلل لنفسه الموضوع ده عشان يطلع منها اللي هو ايه، انا كويس. فده اسقاط نفسي، اللي هو اصلا انسان مش كويس وبيعمل اسقاط عليكي. فاي بنت اتعرضت مثلا اتكلم عن النت مع ولد، او قابلت حد، او عملت ولقيته لا مش يعني آه، مش بيخاف عليها من نفسه حتى قبل الناس، فاعرفي اللي هو مش الراجل الصح ومش الراجل الكويس اللي المفروض تدخلي حياتك. ولو انتي لسه صغيرة، اعرفي اللي لسه بدري على الكلام ده، ومترهقيش نفسك مع اي حد يعرض عليكي كلمة كويسة او خروجة حلوة. بالعكس حافظي على نفسك، لان انتي احنا ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فاحنا بننشأ في الحلية، يعني في الدلع والجمال والحلاوة.
هي دي يعني المفروض نبقوا كده، حتى لو إحنا بننزل نشتغل ونتبهدل مش مشكلة، بس دي عيشتنا، اللي هو ييجي ده الاستحقاق بتاع البنت، فإحنا لازم نتعامل معاملة أميرات في اللي إحنا نحافظ على نفسنا بأضيق الحدود جدًا، نحط حدود صارمة لأي حد موجود في حياتنا، وما ندخّلش حد غير بعد سن ال21 عشان نكون نضجنا وعرفنا إحنا عايزين إيه.